انتل بتحاول تصالح المستخدمين وترجع الحصه بتاعتهم اللي عماله تخسرها في السوق قدام اي ام دي، خصوصا بعد اطلاق معالجات كور الترا الاولى اللي انتل خسرت بعدها تقريبا حوالي 10% من حصتها في السوق. المعالجات دي انتل حاولت تحل فيها مشاكل حراره واستهلاك الطاقه الكارثيه اللي كانت موجوده في الاجيال اللي قبلها، ولكن ده جه على حساب الاداء في بعض الاستخدامات، وكمان طبعا اتشال منها الهايبر ثريدنج. فالنهارده هنتكلم عن المعالجات الجديده من انتل اللي موجود عندي من فتره، ولكني اجلت الفيديو بتاعه لحد ما انتشاره يبقى مظبوط، والاهم من كل ده ان اكون جربت المعالج كويس وعرفت فعلا هو بيقدم ايه. وقبل ما نبدا، لو هتجمع تجميع قريب ومحتار تشتري معالج ايه، فانا النهارده جايب لك الخلاصه من معالجات انتل الجديده، وهقول لك هل فعلا تستحق الشراء ولا الاحسن تروح لمعالجات اي ام دي. ازيكم عاملين ايه؟ انا عبقرينو، ومن فتره لما جمعت التجميع الرئيسيه بتاعتي كنت محتاج معالج من انتل، وكان انسب اختيار موجود قدامي وقتها من ناحيه السعر والاداء كان الكور الترا 7 ال 265 كي، اللي صحيح مش بيقدم نفس اداء معالج مثلا زي ال 14700 كي في كل حاجه او ال 14900 كي، ولكن انا كنت بدور على المنصه الاحدث وعلى سوكت جديد. جمعت التجميع وجربتها والدنيا تمام وزي الفل، وانتوا كلكم شفتوها معايا، عشان اتفاجئ بعدها بفتره قصيره جدا باطلاق انتل لمعالجات البلس. ايه النحس ده؟ نفس السوكت نفس المنصه لكن مع وعود باداء اقوى وتحسينات جديده، كلام كله جميل. فاشتريت بالفعل ال 270 كي بلس وجربته كويس جدا، وهنا بدات الاسئله اللي بجد. هل معالج ال 270 كي بلس فعلا اقوى من 265 كي؟ وهل انتل قدمت معالجات تستحق اسم البلس؟ وليه ما فيش كور الترا 9 بلس؟ والاهم بالنسبه لي شخصيا، هل الترقيه من ال 265 كي لل 270 كي بلس كانت خطوه منطقيه ولا انا دفعت فلوس في حاجه مش هحس بيها اصلا؟ قبل ما نتكلم عن المواصفات والاداء، محتاجين الاول نفهم معالجات ال 250 كي وال 270 كي بلس مكانهم فين بالظبط. المعالجين دول مش جيل جديد بالكامل، كتير جدا من المنتجات في نص دوره حياتها وقرب نهايتها الشركات بتعمل لها ريفريش، يعني بتقدم منتجات اقوى بسعر احسن بس من نفس العيله او من نفس الجيل، زي مثلا كروت السوبر من انفيديا في جيل ال 4000 زي ال 4070 سوبر بتاعي. المعالجين ما زالوا اصلا ضمن سلسله الانتل كور الترا سيريس 2، يعني احنا عمليا قدام تحديث او ريفريش لنفس الجيل اللي موجود دلوقتي، مش انتقال لمعماريه جديده بالكامل. وده معناه ان انتل ما غيرتش كل حاجه من البدايه، لكنها ركزت على بعض المشاكل ونقط الضعف اللي كانت اصلا موجوده في المعالجات الاولى. واكبر مشكله واجهت ارو ليك وقت اطلاقه ان المعالجات كانت كويسه جدا في الانتاجيه وممتازه في استهلاك الطاقه والحراره، ولكن اداء الالعاب ما كانش بالقوه بقى اللي الناس مستنياها من جيل جديد. خلينا اولا نبدا بال 250 كي. المعالج ده جه عشان يستبدل 245 كي اللي كان بيجي ب 14 نواه، 6 منهم انويه اداء او بيرفورمانس كور و8 منهم افشنسي كورز او انويه كفاءه. اما بقى ال 250 كي بلس فبقى جاي ب 18 نواه، 6 انويه الاداء هم زي ما هو، ولكن انويه الكفاءه ارتفعت من 8 ل 12، يعني انتل ضافت 4 انويه كفاءه كاملين، والتردد بتاعه ارتفع من 5.2 ل 5.3 في ال 250 كي بلس. واهم حاجه ان السمارت كاش بتاعه زاد من 24 ميجا ل 30 ميجا بحالهم، واجمالي ال L2 كاش زاد من 26 ميجا عشان يبقى 30 ميجا. طيب بالنسبه لاخوك الكبير ال 270 كي بلس ده بقى كان الاسطوره حرفيا، لانه برغم انه على الورق يعني مش مختلف بشكل ضخم عن ال 265 كي، لكن هو تقريبا قضى عليه وكمان خلى وجود ال 285 كي محل تساؤل اساسا. عشان كده غالبا ما شفناش الترا 9 بلس او مثلا 290 كي بلس او حاجه زي كده. ال 265 كي كان اساسا بيجي ب 20 نواه، 8 منهم انويه اداء او بيرفورمانس كور و12 نواه كفاءه او افشنسي كورز. اما بقى ال 270 كي بلس فاحتفظ بنفس ال 8 بيرفورمانس كور او انويه الاداء ال 8، بس رفع عدد الافشنسي كورز من 12 ل 16 نواه، فبقى عندنا 24 نواه بدل 20 في اخوه الصغير. نفس عدد الانويه والتوزيعه بتاعتها اللي كانت موجوده في ال 285 كي. انا استفدت ايه لما انت زودت لي انويه الافشنسي كورز او زودت لي انويه الكفاءه؟ وهل الانويه دي هتفيد فعلا في الالعاب؟ دي نقطه لازم نكون واضحين فيها. انك تضيف لي 4 انويه افشنسي مش معناها ان تلقائيا الالعاب هتبقى اسرع مثلا بشكل ضخم. اغلب الالعاب اصلا بتعتمد على البرفورمانس كورز وعلى الليتنسي وحجم الكاش طبعا وسرعه الوصول للرامات او سرعه الميموري كنترول. عشان كده زياده الافشنسي كورز فايدتها اكتر هتظهر في المالتي تاسكينج وفي برامج الانتاجيه، البرامج اللي تستفيد بعدد كبير من الانويه. ولكن في الالعاب التحسن هيجي من مجموعه حاجات مع بعضها مش من حاجه واحده. اولا تحسين الاتصال الداخلي، زياده حجم الكاش، تحسين الميموري كنترول، رفع ترددات بعض الانويه، وكمان وجود عدد اكبر من الافشنسي كورز هيسمح المعالج انه يرمي عليها مهام الويندوز العاديه والحاجات اللي شغاله في الخلفيه، عشان البي كورز تبقى متفرغه للعبه او للبرنامج اللي مستهلكها بس. وده ممكن يكون مفيد جدا لو انت بتلعب ومثلا في نفس الوقت فاتح ديسكورد او متصفح او فاتح برامج كتير او مثلا بتعمل ستريمنج او اي احتمال تاني انك بتستخدم فيه المالتي تاسكينج. معلومه صغيره، يوم ما كنت بشتري الالترا 7 ال 265 كي كان تقريبا يوميها عامل 15 او 16000 جنيه، كان الالترا 9 ب 24000 جنيه. انتل نزلت ال 270 كي بلس تقريبا زي الالترا 9 ان ما كانش احسن منه في حاجات كتير وارخص منه بما يقارب 6
ال 8000 جنيه على حسب المكان وحسب البلد. كمان السمارت كاش في ال 270 كي بلس ارتفع من 30 ل 36 ميجا، والليفل 2 او ال L2 كاش ارتفع من 36 ميجا عشان يبقى 40 ميجا. بس اللي كان غريب ان اقصى تردد بيوصل له 270 كي بلس 5.5 جيجا هرتز، اللي هو نفس التردد اللي كان بيوصل له ال 265 كي بلس. طب امال في ايه؟ ده بقى ياكد على ان الفرق الاساسي مش جاي في مجرد رفع تردد في البرفورمانس كورز مثلا، لا الموضوع اعمق من كده. الفرق الحقيقي كان جاي من زياده الاربع انواع بتوع الافشنسي كورز، وزياده حجم الكاش، رفع تردد الافشنسي كورز من 4.6 ل 4.7، تحسين الاتصال الداخلي بين اجزاء المعالج. وهنا النقطه دي محتاجه تركز معايا فيها شويه. انتل بتقول ان تردد الاتصال بين اجزاء الشريحه او الداي تو داي فريكوينسي، اللي هو عشان تبقوا معايا المعالج بيكون مبني من شرايح جنب بعضيها، شريحه فيها الانويه وشريحه مثلا فيها الميموري كنترول او ايا كان فيها ايه، وشريحه مثلا فيها الجي بي يو. الفكره ان انتل بقى بتقول ان هي حسنت الاتصال ما بين الداي تو داي فريكوينسي اللي جوه المعالج، اللي ارتفع بما يقارب ال 900 ميجا هرتز، يعني تقريبا لحد قرب ال 1 جيجا هرتز. ومن التغييرات المهمه كمان المعالجات البلس بقت بتدعم رسميا رامات دي دي ار 5 بسرعه توصل لحد 7200 ميجا ترانسفير في الثانيه. الاصدار القديم او الجيل الاصلي كان بيدعم دي دي ار 5 لحد 6400، دلوقتي بقت 7200. هتقول لي طب ما المعالجات القديمه كانت بتشغل رامات اسرع من 6400. طبعا ده طبيعي وعادي جدا عن طريق الاكس ام بي وكسر سرعه الرامات، لكن خلي بالك ان رفع الدعم الرسمي معناها ان الميموري كنترول نفسه اتحسن. انتل ثقتها بقت اكبر في انها تشغل سرعات اعلى بشكل مستقر اكتر. طيب انت ممكن دلوقتي تقول لي ال 270 كي بلس هو بس يعني نسخه اسرع من ال 265 كي. هقول لك بالعكس، هو بقى نسخه اقل في التردد من ال 285 كي، وده بيحطه الحقيقه في مكان مثير جدا خصوصا مع السعر اللي هو نازل بيه، واللي لما نشوف نتائج الاختبارات مع بعضنا انتوا هتستغربوا، لان هو حقيقي هيسفلت الالترا 9 في حاجات كتير. وده ياخدنا للنقطه المهمه الا وهي الاختبارات اللي هنتكلم عليها دلوقتي اتعملت على نفس الجهاز بالظبط، نفس المذر بورد، نفس الرامات بنفس سرعتها. الفرق الوحيد كان ان انا شلت ال 265 كي وحطيت ال 270 كي بلس، وبدات باختبارات الاداء الخام. في اختبارات مثلا زي سينا بنش، في اختبار مثلا للسنجل كور ال 265 كي اداني 138 نقطه، اما ال 270 كي بلس فاداني 145 نقطه، يعني تقريبا فرق حوالي 6%، مش فرق ضخم، وده كان متوقع لان تردد البي كورز تقريبا بين الاثنين واحد. اما بقى في اختبار المالتي كورز فال 265 كي اداني 2017 نقطه، اما ال 270 كي بلس ادى 2482 نقطه، يعني تحسن بحوالي 23%. فطبيعي جدا انك تشوف نتيجه زي دي. وبما ان انا استخدامي الاساسي مش العاب بس، فانا جربت المعالج في الشغل الفعلي، وسبحان الله شاء القدر ان اول مشروع اشتغل عليه في المعالج الجديد ده يكون تقريبا اتقل مشروع اشتغلت عليه في حياتي، اللي هو الفيديو بتاع المسابقه. مشروع كان ضخم جدا، الماتيريال بتاعته داخله في 700 جيجا تقريبا او حاجه زي كده، سواء بقى من ناحيه مده الفيديو، سواء من الالوان، سواء من كميه المؤثرات، او حتى استخدام افتر افكتس مثلا في حاجات كتير مع بريمير. مرعب حرفيا. المفاجاه ان انا حسيت وانا شغال على المشروع ده ان المشروع عادي جدا ومشروع صغير زي اي مشروع انا بشتغل عليه، مش بالحجم ولا بالتايم لاين اللي انا شايفه ده. الغلطات كانت دايما معظمها مني انا اساسا، التايم لاين كان شغال بشكل كويس، اي مشاكل حصلت كانت زي ما قلت لك بسبب انا او بسبب مشاكل بريمير العاديه اللي اي حد شغال عليه مع ويندوز فهو عارفها. ولكن لما وصلت بقى لمرحله الريندر كانت دي المفاجاه الكبيره جدا. وقت الريندر كان غريب بصراحه، الفيديو الضخم ده تقريبا ما خدش اكتر من 30 دقيقه عشان يترندر او 35 دقيقه، وحقيقي الفيديو متصور بثلاث كاميرات 4K مع بعض، ما فيش ثانيه فيه ما فيهاش تاثير او ما فيهاش ترانزيشن. يعني لا، كان مشروع مرعب، ووقت الريندر بتاعه كان جميل جدا، وده فرق يستاهل بصراحه انك تعمل له حساب، وحساب كبير قوي كمان. فكتجربه حقيقيه على برامج الانتاجيه، لا المعالج بسم الله ما شاء الله عليه كان رهيب. افتر افكتس مثلا الفرق كان كويس جدا، سواء في التعامل مع التايم لاين او مع الريندر او مع حتى شغل ال 3 دي، الاداء كان كويس جدا. طيب لو رحنا لاختبارات مثلا زي فك الضغط بلندر، فالحقيقه المره دي انا ما قارنتوش مع المعالج اللي اقل منه، انا قارنته مع الاغلى منه اللي هو الالترا 9 285 كي، وزي ما انت شايف قدامك النتائج كانت مفاجاه. ال 270 كي بلس كان بيقدم اداء قوي جدا قصاد ال 285 كي، خصوصا في بعض الاختبارات هو كان متفوق عليه بشكل واضح. طيب بالنسبه للالعاب، معظم الالعاب اللي جربتها كان ال 270 كي بلس طبعا اعلى من 285 كي بفرق احيانا بيوصل لاكتر من 10% في بعض الالعاب. طيب تعال نروح للحراره والاستهلاك. ال 270 كي وال 265 كي الاثنين عندهم بروسيسور بيز باور اللي هو 125 واط، اللي هو يعني الحد الاقل ليهم، والحد الاقصى ليهم على التربو مثلا بيوصل لحد 250 واط مع احيانا شويه سبايكس. يعني على الورق انتل ما زودتش الحد الاقصى من الطاقه رغم انها زودت 4 انواع جديده، لكن استهلاك الطاقه بيتغير حسب اعدادات البورده واعدادات البايوس طبعا. ولكن في المطلق ال 270 كي بلس مش معالج محتاج تبريد غالي جدا او مبالغ فيه لو استخدامك عادي. اما بقى لو هتشغله من غير الباور ليميت مثلا وهتعمل ريندر لفترات طويله وهتسيب الجهاز شغال فترات طويله جدا، فلا يعني
يفضل تروح مع تبريد 360 مائي محترم، وفي حاجات كويسه جدا باسعار ممتازه دلوقتي. وهنا نوصل للسؤال اللي اهم من كل الارقام، هل حسيت فعلا بفرق لما اتنقلت من 285 كي ل 270 كي؟ والاجابه عندي فرق مش قليل كمان. في الاستخدام اليومي اللي هو افتح الويندوز شغل متصفح مثلا برامج، لا مش هتحس ان في فرق ما بين المعالجين، او مش هتحس ان في معالج منهم بطيء. ال 265 كي اصلا معالج قوي مش معالج ضعيف، فيعني ما تتوقعش انك لما تركب ال 270 كي بلس الجهاز بقى خلاص بقى هيبقى موتور نفاث. لا، الفرق بيظهر في الشغل والضغط على كل الانويه، في الريندر، في مثلا في فك الضغط، في شغل 3 دي مثلا، في المالتي تاسكينج اللي هو من الاخر كده اللي هو شغل الطحن. يعني التحسن اساسا تراكمي مش فردي، التحسن لازم يكون في حاجات كتير مع بعضيها. ودلوقتي لو انت بتجمع جهاز جديد تختار ايه، ال 250 كي ولا ال 270 كي بلس؟ اختار ال 250 كي لو استخدامك الاساسي هو الالعاب، لو عايز معالج قوي مع كارت شاشه متوسط او حتى كارت شاشه قوي مثلا، لو بتعمل مونتاج او انتاج محتوى بس مش احترافي ومش كل يوم ومش تقيل جدا. طيب عايز تكلفه اقل، عايز فرق السعر تحطه في كارت الشاشه مثلا، ال 250 كي بلس عنده 18 نواه، ده عدد ممتاز جدا للالعاب وحتى للاستخدامات المتنوعه او يعني والمالتي تاسكينج كل حاجه. الحقيقه اللي هو بالنسبه لاغلب الناس المعالج ده ممكن يكون اذكى اختيار في الجيل كله، خصوصا ان سعره دلوقتي حوالي 12250 جنيه او ما يعادل ال 210 دولار. ولو دورت في الفئه السعريه دي صعب قوي انك تلاقي معالج تاني هيقدم لك نفس التركيبه دي حتى من عند AMD. وانا هنا بتكلم عن تجارب واختبارات فعليه، لان تقريبا اول معالج كان اقوى منه بشكل واضح في الاختبارات اللي انا دورت عليها وشفتها كان الرايزن 9 9950 اكس اللي هو بحوالي 28000 جنيه، يعني 490 دولار. وكمان ال 250 كي في بعض الحالات كان بيتفوق على ال 285 كي اصلا، اللي هو سعره داخل في 30000 جنيه مثلا، او ممكن يوصل ل 30000 جنيه او ما يعادل 460 دولار. وطبعا في فروق كبيره بين المعالجين وطبيعه استخدام كل واحد منهم، ولكن انا بقول لك ان في بعض الالعاب المعالج الارخص كان بيسبق صدقني المعالج الاغلى، او يعني على الاقل حتى بينطحوا بسهوله جدا مع فرق سعر يعادل الضعف تقريبا. فال 250 كي بلس صفقه اسطوريه في حد ذاته، ويعتبر اقوى اختيار قيمه مقابل سعر موجود دلوقتي. طب لو اوريدي معاك 245 او 265 كي مثلا، هل يستحق انك تطور؟ لو عندك 245 كي فالترقيه ل 250 كي هتديك 4 افشنسي كورز زياده وكاش اكبر، تردد اعلى بشكل ملحوظ، دعم رسمي الرامات اسرع، لكن ده لا يعني انك لازم تطلع تجري تجيب المعالج ده دلوقتي وتبيع المعالج بتاعك. لو استخدامك العاب بس وال 245 كي بيقدم لك الاداء اللي انت محتاجه فالترقيه غالبا مش هتبقى ضروريه. اما بقى لو شغلك بيعتمد على المالتي كور واهم حاجه ان يكون فرق البيع والشراء صغير بالنسبه لك، فساعتها ممكن تكون الترقيه منطقيه. ولو عندك 265 كي فالوضع مشابه، بس لو انت اشتريت ال 265 كي بالفعل لازم تحسب الموضوع بشكل منطقي جدا. وال 270 كي بلس مش نقله جيل كامله، ولكن السؤال اللي بيفرض نفسه، ليه المعالجات دي ما نزلتش من الاول بالشكل ده؟ اي شخص اشترى 245 او 265 كي وقت الاطلاق لازم دلوقتي هيبقى متضايق جدا او هيحس ان هو اتخدع. ايه ده، انتوا بتنزلوا المعالجات اللي بتحل كل المشاكل بعد ما انا اشتريت، اللي هو من الاخر بعد ما انا لبست يعني. وانا بقول الكلام ده عن اقتناع لان ده كان نفس احساسي. المعالجات البلس نزلت بعد ما انا اشتريت التجميع بتاعتي بشهرين تقريبا او شهر ونص. وفي النهايه الخلاصه ال 250 كي بلس وال 270 كي بلس مش مجرد تغيير اسمه وخلاص، هي اضافه انويه وتحسينات كتير جدا على المعالج. ال 250 كي بلس بقى هو السويت سبوت او هو الاختيار الجميل جدا لمعظم التجميعات الجديده وخصوصا تجميعات الالعاب كمان، خصوصا بسبب سعره. ال 270 كي بلس مناسب اكتر للشخص اللي عايز بقى شغل جبار بقى، شغل طحن حرفيا. وبالنسبه لتجربتي انا فبصراحه الترقيه كانت تستاهل، خصوصا بسبب طبيعه شغلي. انا مش ندمان على التطوير ده ومش ندمان ان انا اشتريت ال 265 كي من البدايه، لان وقتها كان هو فعلا احسن اختيار بالنسبه لي. لكن لو انا طبعا اخترت او لو انا اللي بشتري دلوقتي طبعا هشتري 270 كي بلس بدون تفكير، حتى لو سعر ال 265 كي نزل دلوقتي. في النهايه عايزكم انتوا تقولوا لي، هل التغييرات دي تستاهل الترقيه ولا انت اللي كان المفروض تقدم المعالجات دي من الاول بالشكل ده وخلاص؟ ولو الفيديو ده قدم لك حاجه تفيدك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، واشوف وشكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.